السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحة لاباس، كلشي بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وكنتمنى أيضا هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. أول حاجة واخا جات شوية متأخرة غنقول لكم سنة سعيدة تدخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما كتمناو يا ربي يمين، والحمد لله أيامنا كلها أفراح وسعادة يا ربي يمين لينا وليكم ولجميع الأمة الإسلامية. المهم الفيديو شوية متأخر لأن جاني فواحد الفترة كنت مريضة، هذاك الشي علاش عطلت عليكم الفيديو، دابا عاد كتاب باش نشاركو معاكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم واحد لابوش بالبغاونيز بمذاق ديال أورانج وشوكولا، صدقوني كيجي رائع صراحةً، واحد الميلونج ما بين الشوكولا والبرتقال والغاناش ولاموس، صراحة كيجي رائع، رائع، رائع ويعني طريقة مبسّطة اللي غديروا أول مرّة فقط تبعوا غير المراحل والطريقة. بالنسبة للمقادير ديال البراونيز كما كتلاحظوا عندي 3 الحبّات ديال البيض، كذلك عندي 200 غرام ديال شوكولا غيش يعني نوار غيش، كذلك عندي 200 غرام ديال الزبدة من الأحسن إلا كانت زبدة سبيسيال، بيان سور كنديروه في بان ماغي حتى كيدوب ليا، عندي الفاني، عندي 80 غرام ديال الكركاع مهرمش، عندي كذلك 130 غرام ديال السكر، 80 غرام ديال الدقيق، وبيان سور عندي قشور البرتقال معسلين. كناخدو إناء درت فيها البيض والفاني وبيان سور قبيصة ديال الملح، كنميلونجيهم هكا مع بعضياتهم، ضفت ليهم السكر، كذلك غادي نضيف ليهم النواشف اللي عبارة على الكركاع مهرمش، يعني كنهرمشوه غير بيدينا أولا نطحنوه في الهاشوار، يعني نطحنوه طحنة خفيف، يعني ندير غير 1 2 3 ونحبس، ما نطحنوهش مزيان باش ميكونش لينا بودغ لأن بغينا البسكوي منين ناكلوه نلقاو لي مورسو ديال الكركاع. كذلك ضفت الدقيق وغادي نميلونجي الخليط كامل، وغادي ندير قشور الليمون معسلين، راه كيتباعوا عند أصحاب الحلويات، تقريبا واحد قيمة معلقة كبيرة ديال قشور الليمون معسلين. غادي نخلّطهم وبيان سور غادي نضيف ليهم الخليط ديال الزبدة والشكلاط اللي كنكون ديجا دوّبتهم وكنخليهم حتى كياخدوا ليا حرارة غرفة المطبخ، يعني ملي كنقيسوه الأصبع ديالنا كنتحملوا الحرارة، يعني راه كيكون دافي باش ما نضيفوش وهو على البيض وهو باقي سخون، باش البيض ما يخسرش لينا أو bien ما يطيبش لينا البيض. من بعد كنميلونجي هاد المكونات كاملين كنحصل على خليط ديال البراوني، صراحة صدقوني هذا مازال كاع ما طاب، وداك الشوكولا غيش وداك الليمون قشور ديال الليمون معسلين صراحة جاو رائعين. كناخدو قطر، أنا قطر دزت فيه 36 على 26، نتوما خذوا الحجم اللي بغيتو، يا إما ديرو صغير يا إما كبير، المهم أنا درتو لأنني غنخرج فيه جوج ديال لي مورصو، غادي تشوفوا الطريقة باش غادي نحضروه. فرشت ليه البابيي كويسون، فرشت ليه هذا البابيي ألومنيوم، وبيان سور درت الخليط ديالي ديال البراونيز وغادي نقادو بواحد سباتو كما كتلاحظوا. بيان سور الفران ديالنا ديجا شعلت ليه، أنا شعلت ليه على أقصى درجة اللي عندكم الفران، من بعد ملي غنبغيو ندخلو البغاوني ديالنا الفران كنقصو درجة الحرارة ما بين 170 على 180، يعني ما بين 170 و180 درجة، وكندخل الكيك ديالنا يطيب، يعني طريقة الطهي ديالو بحال الشكل ديال الكيك، إين فوا تقريبا راه كياخد لينا ما بين ناخد ليه ما بين 10 دقايق حتى ل15 دقيقة، إين فوا كتقيسوه من الفوق وكتلقاوه ناشف دونك راه البغاوني ديالكم راه جاهز وموجود وطايب. بيان سور كنحاول أنني نقاد نشد اللاطة وكنبقى نضرب بها شوية بشوية باش يجيني متساوي ومقاد لينا الخليط باش ما تجيناش واحد البلاصة غليظة وواحد البلاصة رقيقة. المهم ملي كنقادوه كما قلت لكم غادي ندخلو الفران يطيب ليا، وبيان سور راني راده ليه البال. بالنسبة لطبق الكروكون عندي 200 غرام ديال شوكولا بلون غيش كنديرها في بان ماغي باش كدوب ليا، عندي 20 غرام ديال الجندوجة، عندي كذلك 100 غرام ديال لافيتين، وعندي كذلك 200 غرام ديال النوازيت كيكون محمر وكنقسموه على جوج. من بعد غادي ندير الشوكولا يدوب ليا في بان ماغي. هنا الكيك ديالنا أو بيان البغاوني ديالنا راه جاهز، وجدت ليه الخليط ديال القهوة درت معلقة كبيرة ديال القهوة مع معلقة صغيرة ديال الكاكاو،
درتو هكا الماء يكون غليان وكنخليهم حتى كيطلقوا، وديك الساعة غادي نسقي به مزيان هاد لازينواج ديالي عفوا هاد البغاوني ديالي. من بعد غادي نحضروا الطبقة الكروكو، يعني غادي نكملوا التتمة ديالها. من بعد ما داب ليا الشوكولا ضفت ليه الزيت، تقريبا واحد 50 غرام هكا ديال زيت المائدة. كذلك ضفت ليه الجندوجة وكنميلونجيهم كاملين مع بعضياتهم واحد الذوب باقي سخون باش يذوب ليا. كذلك ضفت لا فويتين وضفت النوازيت. صدقوني هاد الطبقة الكروكون كتجي رائعة صراحة في المذاق، كتجي غزالة غزالة، كتستحق أنكم تجربوها وتعوضوها عوض ديال اللوز كما كنديرو أو بيان ديال لا فويتين. من بعد ما تشرب ليا الكيك هذا السيرو اللي حضرنا ليه، غادي ندير الطبقة الثانية اللي عبارة على الطبقة الكروكون. كنحاول أنني نقادها بالسرعة ما حد باقي داك الشوكولا دافي شوية، داكشي علاش خليتوه، غتلاحظوا أنني خليتوه في بان ماغي باش يبقى دافي باش كيجينا بسهولة في الخدمة ودغيا كيتقاد لينا مع البغاوني ديالنا. غادي نغطيه بلاستيك غذائي وغادي ندخلو الفران. في هاد المرحلة غادي نحضروا كاناش. بالنسبة للكاناش درت تقريبا ما بين 200 غرام ديال الشوكولا بالحليب وشوكولا يعني سوداء و50 غرام ديال الكريمه. خليتها حتى دفات ليا الكريمه وضفت ليها الشوكولا وبديت كنخلط حتى دابوا ليا لي شوكولا مع الكريمه. وكذلك ضفت ليها 120 غرام ديال الكريمه اخرى بارده وخلطتها وكبيتها على الطبقه الثانيه كما كتلاحظوا. بيان سور الطبقه الثانيه راه كنديروها في المجمد باش يكون لينا يعني جامد، عاد كنضيفوا الطبقه الثالثه ديال الكناش. غادي نحضروا لاموس ديال الفاني. بالنسبه للاموس ديال الفاني كما كتلاحظوا عندي 6 ديال الصفار البيض، عندي 2 اوراق ديال لا جيلاتين، بيان سور عندي سيرو، كندير 120 غرام ديال السكر مع 40 غرام ديال الماء وكنديرو على نار حتى كنحصل على السيرو. يعني ملي كتشوفوه كيدير دوك عوينات كبار صافي كطفيو عليه، راه السيرو ديالكم راه جاهز. انا في هذه المرحله كنطرب الصفار ديال البيض هو الاول بما تجهز ليا السيرو، وغادي نبقى نضيف السيرو على شكل خويط. وبيان سور انا خدامه بالباتور وبيان مستعمله العجانه كتكون خدامه على اقصى درجه وانتي خدامه وانتي كتضيفي عفوا السيرو باش البيض ما يطيبش ليكم. يعني راه الفكره واضحه والمرحله واضحه. هنا هاد المرحله كنبغيو نعقموا داك الصفار ديال البيض. من بعد ما كنكمل لا كونتيتي كامله غادي نضيف ليه تقريبا واحد 200 غرام ديال شوكولا بيضاء غيش حتى هي درتها في الميكرووند تذوب ليا، وبيان سور ديروها في حمام مائي. من بعد ما خليتها كتذوب ليا شوكولا بلون كناخذوا الكريمه 400 غرام ديال الكريمه السائله وغادي نطربها حتى كتوصل ليا ديك 80%، ماشي تكون واقفه 100%، يعني واحد 80%. هنا بعد ما داب ليا الشوكولا بلون خلطته مع الصفار ديال البيض وغادي نضيف الكريمه على 3 دفعات. مرحله نسيت ما صورتها لكم، من بعد ما خرجت شوكولا بلون من الميكرووند ضفت ليه دوك 2 اوراق ديال لا جيلاتين عصرتهم من الماء وضفتهم على داك الشوكولا محدو باقي سخون باش كتذوب ليا لا جيلاتين. المهم كنتمنى الفكره تكون واضحه، انا كنعطيكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. من بعد ما صافي وجدت لاموس ديالي جمد ليا الكاناش صافي شد فراسو، غادي ندير الطبقه الاخيره ديال لاموس شوكولا بلون. صدقوني حتى هي كتجي غزاله ورائعه وكنحاول انني نقادها وغطيتها بلاستيك غذائي ودرتها في المجمد تجلس ليله كامله. بعد ما جلسات ليا ليله كامله الغد ليه غادي نحضروا الكلاصاج كورموند. بالنسبه للكلاصاج كورموند انا درت 2 طرق، درت ديال شوكولا بيضاء وشوكولا يعني سوداء. كناخذوا 100 غرام ديال اللوز مهرمش مع 200 غرام ديال الشوكولا سوداء او بيان شوكولا بالحليب او بيان ديروا ميلونج بيناتهم، واحد 50 غرام ديال الزيت. بالنسبه ديال الكورموند بيستاش درت 100 غرام ديال البيستاش محمر ويعني كل حبه كنقسمها على جوج، و200 غرام ديال الشوكولا بيضاء غيش و50 غرام ديال الزيت. بيان سور كنديروا لي شوكولا كيذوبوا لينا، بعد ما كيذوبوا لينا كنضيفوا ليهم هذا الشوكولا اولي او بيان شوكولا نوار ضفت ليه اللوز مهرمش يعني محمر
وكذلك حتى البيستاش هو ضفتو كيكون ديجا محمر، وكنضيفو الزيت وكنحطوه على جنب. انايا ديجا حضرت الكاناش. بالنسبه للكاناش ان شاء الله راه غندير لكم لا فيديو ديالو خاص به. انا حضرت كاناش للتزيين بمذاق ديال شوكولا اولي. من بعد ما وجدت كلشي المكونات اللي غادي نكلاصي بهم وبيان غادي نزين بهم هاد لابيش ديالنا، كناخدو لاطاغ ديالنا كنخرجوه بيان الكاطو ديالنا كنخرجوه من المجمد. بيان سور حاطه حدانا واحد غريريف فيه الماء يكون دافي وبيان يكون سخون، وحاطين حدانا واحد المنديل يكون نقي، لاننا غنبقاو نديروه على الماء، غنبقى نديرو السكين في الماء، وديك الساعه نبقاو نقطعوا الاطراف باش كتجينا بسهوله الكاطو ديالنا كيتقطع وما كيتكسر. بعد ما حليت وحيدت ليه الاطار بيان سور كنحيدو دوك الجوانب اللي كيبانوا لنا ما مقاديش، كنحاولوا نحيدوهم. هانتوما تبارك الله ما شاء الله كما كتلاحظوا طبقات، طبقه ديال البغاوني، طبقه ديال الكروكون، وطبقه الكاناش، وطبقه كذلك ديال لاموس ديال الشوكولا. انا خديت هذا الاطار، انا بغيت ندير واحد الجزء غنديرو على شكل بيش يعني حجم عائلي، والجزء الثاني غادي نديرو على شكل يعني لي طرونش، يعني كل واحد كتعطيه واحد طرونش ديالو. صراحه كيجيو زويونين صراحه. عطيتكم جوج افكار، يمكن لكم ديروهم على شكل لي طرونش وديروهم كبدايه المشروع ديالكم، وبيان هكا ديرها على شكل اون بيش كما لاحظتوا، يمكن لكم تخليهم على بجوج بيهم هكا على شكل بيش وتكلاصيوهم. مهم كنتمنى تكون فكرة واضحة، وكنتمنى أنني ما نكونش زربت عليكم، وكنتمنى أيضا نكون وصلت لكم جميع المعلومات هكا يعني الأفكار. خديت هذا خديت هاد الكرطون اللي خاص بلي طرونش، وبيان سور الا ما متوفرش عندك يمكن لك تعبري بجوج صبعان وانتي كطراسي، بجوج صبعان وانتي كطراسي حتى كطراسي الحجم كامل، وديك الساعه كتقطعي. بيان سور كما قلت لكم الموس ضروري دوزوه في الماء سخون، ويكون الموس يعني يكون حاد كما كنقول يعني. هكا انا خدمت بجنويه صراحه هي باش خدمت، وكاينين بزاف ديال التقنيات اللي خاصين هكا بالتقطاع. مهم بعد ما قطعتهم كنحطهم على جنب. غادي نحضر لابيش ديالنا. خديت داك الكلاصاج غورموند ديال شوكولا نوار وبيان شوكولا اولي باللوز، كندير حاول انني ندوزو على الجوانب كاملين، وبيان سور الفائض كنهزوه وكنديروه عاوتاني من الفوق. ملي كنتاكدوا ان كلشي مقاد خليته على جنب باش يشد ليا داك الكلاصاج فراسو. بالنسبه لي طرونش درت ليهم الكلاصاج ديال البيستاش. كذلك بعد ما تشد ليا الكلاصاج خديت الكناش ودرته في البوش مسنن، وغادي نبوشي على شكل وريضات. وبيان سور التزيين يعني تزيين بسيط كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. خديت هاد لي شوكولا غيش بمذاق ديال اللوز مقرمش وبيان اللوز كونكاسي. درت كذلك الوريضات بعجينه الشوكولا. كذلك غادي نزين بلي بونبون دو شوكولا، وغادي نزينو يعني تشكيله ديال لي شوكولا، وانتم عندكم حريه الاختيار في التزيين. انا مجرد عطيتكم بعض افكار يعني بسيطه اللي يمكن لك تزيني بها هاد لابيش ديالك وتحطيها لافراد العائله ديالك وبين الوليدات كأنك شارياها من أكبر وأغلى المخابز. صدقوني كتجي غزالة 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 صراحة. المهم أنا حبابي ولا ضيافي حماقوا عليها ونالت إعجاب ديالهم، وجات رائعة صراحة كما كتلاحظوا، لا في المنظر ديالها ولا في المذاق ديالها ولا حتى التحضير ديالها، مجرد خاص غير شوية ديال الوقت يعني وأنتي وجدتي واحد لابيش ديالك ولا واحد لاطاغت ولا واحد لي مورسو وبيان لي طرونش ديال كاطو هكا كلاصي. الصراحه صدقوني كتجي رائعه. كنتمنى ان هاد لابيش بغاوني اورانج شوكولا انه ينال الاعجاب ديالكم.
وأنكم تشاركوا الفيديو مع أحبابكم والأصدقاء ديالكم باش تدعم الفائدة. ما تنساوش أنكم ضغطوا على الجرس وديروا لي جيم باش يوصلكم كل جديد ديالي إن شاء الله. وغادي تلاحظوا أنني حاولت أنني ندير المقاطع، يعني سرعتهم شوية باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وهذا وياخذ لكم واحد الوقت طويل. أنا حاولت أنني نفسر أهم حاجة، يعني التفسير ديال طريقة تحضير هاد لافيش، وكذلك شاركت معكم معلومات، وكنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. وفكرة يعني رائعة صراحةً، وبالنسبة للمبتدئات أولا كسيدة باغا ديرو كبداية مشروع ديالها، صدقوني غير تبعوا المراحل وتبعوا المعلومات وتبعوا النصائح، وكوني متيقنة أنه غادي يطلع لك في قمة الروعة وغيطلع عندك رائع، واللي ذاقو عندك غادي يطلب لك لا غوسيت ديالو. المهم بلا ما نطول عليكم كما العادة غادي نقول لكم شهية طيبة وفرجة ممتعة.